واخيرا مباراة فرنسا والارجنتين نهائي كاس العالم قطر 2022. طبعا قابلت بوستات كتير بتقول لك اتوقع واكسب وجبه، اتوقع واكسب خاص، لكن هنا انا عامل مسابقه بصراحه هنا عندي في القناه ان اتوقع واكسب كاش على طول، كاشاتك في جيبك يا ابن عمي وتروح تجيب بقى اللي انت عايزه خلاص. طب ايه هي الجايزه بقى وايه شروطها وان انت تتوقع ازاي وفين؟ خليك معايا يلا بينا. بس طبعا يلا بقى قبل ما نبدا طبعا اللايك والسبسكرايب عشان ندخل ونشوف الفيديو ونشوف موضوع الجايزه ده ايه. بص بقى من الاخر، انت لو منحوس وحطيت 3000 توقع في كل حته وعمرك ما كسبت، انا ده اول شرط ليا ان اللي يكسب معايا ما يكونش كسب قبل كده. عشان كده خلينا اسهلها لك ونتكلم شويه عن ماتش فرنسا والارجنتين وايه هي احصائيات كل منتخب في الفوز بكاس العالم من قبل كده. طبعا منتخب الارجنتين وصل 6 مرات لنهائي كاس العالم، بس خسر 3 وكسب 2 في مونديال 78 وفي مونديال 86، ودي المره رقم 6 اللي بيوصل فيها لنهائي كاس العالم. بس طبعا يمكن المره دي مختلفه شويه عن اي مره، لان يمكن في اجيال كتير من قبل ميسي زي باتيستوتا، ريكيلمي، اورتيجا، فيرون، الناس دي كلها، سافيولا، كل الاجيال دي عدت على منتخب الارجنتين من غير ما كان يبقى فيه لعيب مؤثر ومسمع في العالم كله زي طبعا ليونيل ميسي. فعشان كده النسخه دي من نهائي كاس العالم مع الارجنتين بالذات هي يمكن انتحاريه، وانا بشوف لعيبه بتحارب في الملعب مش بتلعب. بس يمكن انا من رايي ان اللعيبه اللي بتلعب في منتخب الارجنتين دلوقتي جنب ميسي 50% بتلعب علشان عايزه تتوج وتحط في سجلها انها كسبت بكاس العالم، و50% تانيين علشان عايزه تبقى ليها دور مع ميسي في ان هو بيبقى ليه الختام الذهبي لمسيرته الكرويه بان هو ياخد كاس العالم في اخر مشواره وفي اخر نسخه من كاس العالم هيلعب فيها. خلينا بقى نتكلم على منتخب فرنسا ونعرف ان منتخب فرنسا في مقابل الارجنتين هو وصل 3 مرات لنهائي كاس العالم، وخسر في نسخة 2006 واتوج في نسخة 98 ونسخة 2018. وفعلا لو الختام الذهبي ده حصل لليونيل ميسي، يمكن كل الناس اللي بتشجع ميسي على غرار المقارنة مع كريستيانو رونالدو يحطوه في مكانة تانية اعلى خالص من كريستيانو، ويحطوا البطولة المضيئة والفرق عن كريستيانو رونالدو هي كاس العالم. وده يمكن بياخدنا لحتة المقارنة دايما اللي بقالها تقريبا 15 سنة ما بين ميسي وما بين كريستيانو. انا كشخصيا انا من محبين كريستيانو جدا. كريستيانو من الناس اللي اشتغلت بجد على نفسها، بذلت مجهود فوق العاده، ما كانش عنده موهبه بالفطره زي ميسي من رايي، فاشتغل على نفسه وعمل تاريخ وحقق بطولات. فحاجه زي كده كان انا بالنسبه لي ابهار ان واحد ما كانش عنده حتى ربع المهاره والشيب اللي هو محافظ على نفسه ده، وفي نفس الوقت اشتغل على نفسه لغايه ما وصل للمرحله دي وبقى انسان بيكافح وبيناضل ان هو يبقى احسن لعيب مر على تاريخ كرة القدم بالنسبة للاحصائيات والنتائج اللي هو حققها في اللعبة. عشان كده هو بالنسبة لي كمثل اعلى في كرة القدم مش خارجها، لان الناس كلها بتاخد المقارنة دي او بتعمم المقارنة دي ان هو لا ان كريستيانو كويس في كل حاجة او ان ميسي كويس في كل حاجة. لا، احنا بناخد القدوة ده ان هو حد اخلص في شغله، حد اتقن الحاجة اللي هو بيعملها ووصل للدرجة بالالتزام والاصرار والعزيمة ده لمنصات التتويج، وصل لاقصى انجاز ممكن يحصل في تاريخ اللعبة. عشان كده انا يمكن كنت اتمنى النهايه السعيده دي لكريستيانو رونالدو، بس طبعا بما ان القدر شاء ان كريستيانو يطلع، وطبعا ده فرصه ان احنا نهني فيها شعب المغرب ومنتخب المغرب ونقول لهم الف مليون مبروك، وكنتوا رجاله وشرفتونا لغايه المرحله اللي انتوا وصلتوا ليها. طبعا المونديال ده هيتكتب بحروف من النور في تاريخ المونديال، طبعا لان انتوا كنتوا اول منتخب عربي واول منتخب افريقي بيوصل للمرحله دي. فعشان كده انا بهنيكم من كل قلبي، وكل شعب مصري بيهني كل الشعب المغربي والشعب العربي، كلنا فخورين بيكم. اتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه، وطبعا اولهم مصر يا رب. طبعا بعد كل ده انا يمكن ميسي انا مش بكرهه، بالعكس ميسي لعيب عالمي ولعيب مميز ولعيب عنده موهبه وفطره ولمحه كرويه وفكر جديد في الكوره، فكره ان هو بيتمشى وبيوفر طاقته لغايه ما يمسك الكوره ويبتدي ان هو يلعبها وانتوهات او ياخدها وينطلق بيها ويراوغ 1 و2 و3 وينفرد بالجون ويجيب اجوان. عشان كده انا طبعا من معجبين ميسي جدا. يمكن كريستيانو عندي رقم 1، لكن ميسي انا اتمنى له النهايه السعيده دي ان شاء الله، ان الارجنتين هي فعلا تاخد كاس العالم ويبقى ختام ذهبي لميسي وللارجنتين كلها. ويمكن النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها ان بلاش يا جماعه التعصب الاعمى في التشجيع الكروي. التعصب ده لا هيفيدك ولا هيفيد الفرقه اللي انت بتشجعها ولا هيفيد حد على الاطلاق، بل بالعكس هو هيضرك انت اكتر من اي حد تاني. فعشان كده احنا نبقى على مسافه
من التعصب والجنون الكروي اللي احنا بنشوفه ده، لان احنا يمكن لما بنشوف كرة القدم هي كلها عبارة عن كرة احنا بنستمتع بيها في الاول وفي الاخر. يعني جوزيه مورينيو ويورجن كلوب الناس الاشهر في عالم التدريب في الكورة كانوا بيتكلموا ان احنا يا جماعة ليه بنبقى في كتاب اكتر شخصيات مؤثرة في العالم. احنا مهمتنا في الاول وفي الاخر ان احنا بنمتع الجمهور، احنا ما بننقذش حياة حد، ما بنبنيش حياة حد، تمام؟ احنا شغلتنا كلها ان احنا بنمتع الناس. فعشان كده الناس دي نفسها شخصيا كانت بتتكلم ان هي ما ينفعش ان هي تبقى في الكتاب ده. فتخيل انت بقى كشخص مشجع، انت ممكن بتخسر صاحبك، بتعصب نفسك، بتنكد على نفسك وبتنكد على اللي حواليك علشان مجرد ان انت فريقك خسر، ولا خسر ماتش، ولا خسر بطولة. فعشان كده يا جماعه خد من لعبه الكوره الفايده اللي عايزه تقدمها. هي بتقدم متعه كرويه، وفي نفس الوقت بتقدم ان انت لو شفت حد خارق للطبيعه زي كريستيانو، زي ميسي، انا بالنسبه لي زي محمد صلاح والمستوى اللي هو وصل له طبعا، خد منه الشغل والتعب والمجهود اللي هو عمله ده، اللي هو عمله على نفسه ده علشان يوصل للمرحله دي، واشتغل بيه انت على نفسك عشان توصل للمرحله دي انت في حياتك في اي مجال تاني انت بتشتغل فيه. فدي رسالتي. وختاما الجائزه اللي احنا بنتكلم عليها، الشروط بتاعتها يا سيدي ان انت لازم ان انت تبقى طبعا عامل سبسكرايب للقناه عندي، وتخش تعمل لو انت بتتفرج على الفيس تعمل الكومنت والتعليق بتاعك بالتوقع تكتبه في الكومنت بتاع اليوتيوب. واتمنى لكل منحوس والكل متعوس والكل واحد ما كسبش قبل كده ان انا اكون اول فتحه خير عليه ان شاء الله. والجائزه هي عباره عن 250 جنيه هتبقى متحوله ان شاء الله للشخص ان شاء الله اللي هيكسب، وهي هتبقى لشخص واحد، ولو حد عمل اكتر من توقع صح هتبقى قرعه وترسى ان شاء الله على المنحوس. فعشان كده سيب تعليقك في اليوتيوب، وان شاء الله تبقى اول حاجه انت بتكسب فيها، وتتابع بعد كده فيديوهات ان شاء الله. وانا يشرفني ان انت تبقى من المتابعين ليا، وشرف ليا طبعا كل الناس المتابعين عندي على القناه. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وخير الختام والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. سلام.